تعرف ان الفيراري اس اف 90 بيجيب من 0 ل 100 في ثانيتين ونص وسرعه قصوى 340 كيلو متر في الساعه، ودي تعتبر من اسرع العربيات اللي موجوده في مصر حاليا. فتعالى بقى اما احكي لك على اول عربيه دخلت مصر واللي كانت اقصى سرعه ليها 20 كيلو متر في الساعه. في 1890 يعني من اكتر من 100 سنه دخلت اول عربيه لمصر على ايد الامير عزيز حفيد الخديوي توفيق. في الوقت ده الناس ما كانتش فاهمه هو ايه الشيء اللي بيتحرك ده، لا هو حصان ولا حمار ولا حتى قطر ماشي على قضبان، وبسبب كده الناس كانت فاكره ان العربيه دي بيمشيها العفريت. طب الامير عزيز عرف بقى العربيه دي منين؟ هو اساسا ما كانش عايز في مصر في الوقت ده، لان دراسته كانت في جامعه اوكسفورد في بريطانيا، واللي لما اتخرج منها دخل الجيش الالماني. بعدين بقى وصل لفتره الاستقرار اللي قرر فيها انه يرجع لمصر، ومن هنا بدات الحكايه. الامير عزيز رجع مصر وكان معاه وقتها اختراع شقلب الموازين عندنا، رجع ومعاه اول عربيه تنور ارض المحروسه، واللي وقتها دخلت مصر عن طريق ميناء الاسكندريه. والعربيه دي كانت من براند دي ديوبوتو الفرنسي، والعربيه دي وقتها كانت بتشتغل بالبخار، واللي كان الامير بيحب يستخدمها للترويق على حاله، يعني كان بينزل كده يكروز بيها ويعمل شويه مغامرات. ومن ضمن المغامرات دي كانت رحلته ما بين القاهره والاسكندريه، واللي عملها بالعربيه. المسافه وقتها كانت 210 كيلو متر، وما كانش فيه وقتها طرق زي الطرق الموجوده دلوقتي، فكان طبيعي ان العربيه تهلك الزرع الموجود وتبوظ الاراضي اللي كانت ماشيه فيها، ويا ريت على قد كده، ده الحيوانات الغلبانه ما سلمتش منه. وده خلى فيه حاله رعب تحصل ما بين الفلاحين وقتها، اللي هو ايه الشيء الغريب اللي بيتحرك وبيجري وسط الارض ده؟ طب هل الموضوع عدى بسلام وامان؟ طبعا لا، بس الامير وقتها دفع تعويضات ليهم. بس سيبك بقى من كل الكلام ده وكل اللي احنا قلناه، وخليني اقول لك السرعه اللي كان ماشي بيها واللي عملت كل الهليله دي. انت دلوقتي لو واحد ماشي قدامك على 80 فبتقول ايه السرعه البطيئه اللي هو ماشي بيها دي، انما العربيه دي وقتها كانت ماشيه على 20. انت مستوعب الرقم ده؟ بس الرقم ده وقتها كان رقم عالي، وده اللي خلاهم يوصلوا في 10 ساعات. ده سينا اتحررت في اقل من الوقت ده. وبعد كده بقى بدات العربيات تنتشر ما بين النبلاء والاغنياء من التجار. بس العربيه دي في وقتها كانت مع 2 بس، نسخه مع الامير توفيق ونسخه مع شخص تاني اسمه توماس كوك. ومن وقتها بدا انتشار العربيات الخاصه في مصر، واللي وصل وقتها في اخر سنه 1905 ل 110 عربيه في القاهره و56 عربيه في اسكندريه. العربيات في العموم وقتها كانت بتستخدم لهدفين، يا اما للترفيه او لانها بتسهل عليهم مشاورهم.